عاوزة تعملي سابليه ناجح معاكي بسيط وسهل، ولو لسه مبتدئة يطلع معاكي ناجح من أول مرة. يلا بقى على الفيديو بتاعنا. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاتي البولة بتاعتك وانزلي فيها ب 750 جرام من الدقيق، عليهم 250 جرام من السكر، و400 جرام من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، وعليهم 100 جرام من السمنة، ويا سلام بقى لو بلدي. طيب تقدري تستغني عن 100 جرام سمنة وتستخدمي ال 500 جرام كلهم زبدة، مفيش أي مشكلة، بس حقيقي ال 100 جرام سمنة بتفرق قوي معاكي. هاخد المكونات دي كلها في العجان بالشكل ده على اول سرعه لغايه لما تبدا تبقى مرمله كده معايا، وتبدا تلم وتكور معايا وتلم عجينه طريه خالص بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. طيب لو انت بتعجني على ايديكي، هبدا ان انا اخدها ما بين ايديا كاني ببث الكعك بالظبط، هتبقى العجينه توصل معايا بالطريقه اللي انت شايفاها دي. بعد ما خلصت العجينه ما بسيبهاش تريح ولا اي حاجه، لان الجو ساقعه. لو في الصيف هتدخليها التلاجة شويه. هبدا اول نوع من السابليه هعمله معاكم اللي هو السابليه البابلز. ده من اروع واحلى انواع السابليهات. البسكوته بتاعتنا النهارده حلوه قوي قوي قوي. بعد كده خلصت الكميه دي، هندخل بقى هنجيب قطعه من العجين هنحطها ما بين كيسين تلاجة، ودي اسهل طريقه تفردي بيها. كيس التلاجة بيسهل عليك انك انت تلفيه يمين وشمال بمنتهى السهوله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طيب سمك العجينه بتاعتي بقى حوالي نص سنتي، ما برقهاش قوي عشان تطلع معايا كويسه، وكمان ما تبقاش تتحمل معايا التزويق، وكمان تتحمل معايا التسويه، واعرف اشيلها بالطريقه دي. هتجيبي اي مقطع بقى عندك وهتبداي ان انت تشيلي بيه بالطريقه دي بمنتهى السهوله. القطاعه اللي هتقطعي بيها تحطيها الاول في شويه دقيق، وبعد كده تقطعي علشان تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل بالشكل ده. بدخلهم فرن على درجه حراره 180 10 دقائق بالظبط، بيبقى استوى عندي السابليه بمنتهى الحلاوه، طالع معايا تسويته مظبوطه و10 على 10. لو وصلتي بقى لغايه هنا تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا انت شايفه التسويه طالعه معايا ما شاء الله. هنيجي بقى هنا على التزويق. عندك شوكولاته بيضاء، عندك شوكولاته بالحليب، عندي كمان مربى الحليب حلوه قوي قوي. انا حشيت بيها النهارده، ما حشيتش بمربى عاديه، انا حشيت بمربى الحليب طالعه تجنن. لو عايزين مقاديرها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هسيب لكم طريقتها. بالطريقه دي كده بحشي بيها، وهبدا ان انا اغلفها بالشوكولاته والورد بقى والقلوب الصغيره دي اللي كانت طالعه من القطاعات، انا سويتها كمان مع السابليه، وهبدا ان انا ازوق بيها بالطريقه دي. بمنتهى السهوله تعملي ابسط واسرع واحلى سابليه بدون اي افتكاسات، بدون بيض. الطريقه الصح بتاعت السابليه هم الثلاث مكونات دول: زبده، سكر، دقيق، مش اكتر من كده، 1 2 3 بس. دي الطريقه بتاعت امهاتنا واللي احنا طالعين متعودين عليها، وبدون اي اختراعات او افتكاسات. ده السابليه المبسط الخفيف اللي نقدر كلنا نعمله في بيوتنا، او لو انت لسه بتتعلمي او لسه مبتدئه تقدري تعمليه، وما شاء الله بيطلع ناجح معاكي من اول مره. مفيش واحده بس بتهدر معاكي، دايب دوبان، يعني مش قادره اوصف لك حلاوته بجد. وجربي بقى حشوه الكراميل. عارفه هقول لك بقى عامل زي ايه؟ عارفه المندولين؟ مدينا طعم المندولين بالظبط وانت حاشيه بصوص الكراميل او بالمربى الحليب، هيعجبك جدا جدا. انا صراحه كنت مجهزه جنبي مربى، وبعدين قلت هجرب كده، عجبني قوي يعني، فكملت بقى كل الحشوات بتاعتي بالطريقه دي. عندك كمان بيستاشيو تقدري ان انت تحشي بيه. بصي الحشوه بقى دي بتاعتك انت، اخترعي فيها وزوقي زي ما تحبي. عندك بقى شويه مكسرات حطي، عندك فستق مجروش او اي، بصي اللي عندك اي حاجه استخدميها. والله ابسط حاجه، ولو عملتيه ساده خالص مفيش احلى من كده. هنا خلصنا الكميه بتاعتنا كلها، بسم الله ما شاء الله طلع حلوه قوي قوي. على فكره يا جماعه زر الورد مش غالي خالص، ب10 جنيه شويه حلوين قوي قوي. بينطق الحاجه معاكي في الزواق، يعني بتزوقي بيه الحاجه بتحسي منطقها كده، وسهل وبسيط وبيتاكل ما فيهوش اي مشكله. يعني بحاجات بسيطه خالص تقدري تعملي احلى سابليه. طبعا احنا عارفين اسعار السابليه بره عامله ازاي. انتي عملتي حاجه حلوه قوي قوي، حابه تزوقيها بقى كده، تزوقيها مكسرات ساده بألف هنا. دي اللي انا كنت حاشيه زي ما قلت لك، مربى الحليب. ما شاء الله ما شاء الله طعمها تحفه وشكلها تحفه وحلوه قوي قوي. جربي المقادير دي واعتمديها عندك. مستنيه تطبيقاتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.